تحديدها لسائقي الميكروباصات. برحب بحضرتك على شاشة قناة دريم. اهلا، صباح الخير بيكي وبالساده المشاهدين لقناه دريم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عن التسعيره اللي محطوطه لسائقي المواصلات خاصه بعد زياده اسعار الوقود. التسعيره الجديده هي زياده حوالي بالعشرة ل 15%. الخطوط القصيره والخطوط المتوسطه لغايه 15 كيلو زادت ربع جنيه، والخطوط الاكثر من 15 كيلو لغايه 30 كيلو زادت نص جنيه. ودي بتمثل فعلا حوالي من 10 ل 15%. وانا جيت بنفسي هنا موقف عبد المنعم رياض وتاكدت من ان هي دي التسعيره السائده حاليا ومتعلقه للناس، وشفت اكتر من ميكروباص يعني، وشفت كمان عربيات النقل الجماعي وتاكدت ان ما فيش زيادات في النقل الجماعي، لان احنا خدنا قرار من محافظة القاهرة ان احنا مش هنعمل اي زيادات في النقل الجماعي سواء هيئة النقل العام او شركات النقل الجماعي. الاجرة زي ما هي بالنسبة لهذه الشركات جنيه و2 جنيه. فالحمد لله الامور مستقرة، وانا شايف حتى قابلت بعض السواقين وهم متقبلين هذه الزيادة وحاسين انها عادلة يعني، فالحمد لله الامور ماشية كويس. هل هناك ضبطية معينة بنقدر نظبط بيها مثلا او نعرف بيها امتى هيغلوا التسعيرة على المواطن؟ يعني ازاي ممكن المواطن يعني بيبقى في ازمة في بعض الاحيان ان هو بيركب مع السواق بيلاقي التسعيرة لا زادت مش ربع جنيه ومش نص جنيه؟ لا، ما هو ده دور بقى الركاب يعني. احنا بنحكم الامر من الموقف، لكن الراكب ما يدفعش اكتر من التسعيره ولو حصل ان في يعني اي سائق حاول يستغل الموقف اثناء الطريق او كده، لازم الراكب يتقدم بشكوى لاداره الموقف، لان هي هتاخد اجراء قانوني مع السائق على طول. طيب هل في عند حضراتكم في المحافظه اي خط ساخن او اي طرق تعامل مع هذه الزياده؟ طبعا عندنا خطوط ساخنه في المحافظه، وعندنا ايميلات، وعندنا مواقع واتساب وكده، وكلها منشوره بتتنشر كل يوم في التلفزيون. تمام، انا بشكرك جدا يا استاذ. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا. بشكرك جدا استاذه منى.